ازيكم؟ النهارده هنتعلم نعمل جوانتي زي ده. طريقته سهله جدا. هنبتدي الاول ب40 سلسله. 40 سلسله لو الخيط متوسط السماكه زي ده كده، وانا بستخدم معاه ابره السوم كده، هي رقم 6 او رقم 5، يعني على حسب الابره اللي تريحك وتمشي مع الشغل. احنا بنعمل ال40 سلسله دولت اللي هما البدايه كده. 1 3 كده 40، او نخليهم حوالي 18 سنتي. يعني لو الخيط كان ارفع شوية مثلا او المقاس اختلف، مش شرط ال40 سلسلة يكونوا نفس المقاس، فممكن نخليهم حوالي دولت، يعني حوالي 20 سنتي تقريبا، او على حسب مقاس الايد، مقاس دوران الايد كده. احنا مخليهم براح شوية، وده عشان يبقى نوعا ما فري سايز. دلوقتي هنتعلم نعمل غرزة الاستك اللي هي زي دي كده. دي سهلة جدا. اول سطر هنشتغله سلاسل، هنشتغله عواميد عادية، بس الاول نقفل الدايرة بتاعتنا كده. بالشكل ده بقت عندنا دايرة. اول سطر هنعمله عواميد عادية خالص، نطلع الاول 3 سلاسل بمثابة اول عمود، وبعدين نبتدي نشتغل على السطر كله عواميد عادية. طبعا انا هنا بخبي الفتلة بتاعة الشغل عشان ما تبانش. بالشكل ده كده. خلصنا السطر، لازم نقفله بالشكل ده عند اول سلسلة. دلوقتي بقى هنشتغل الغرزة اللي هي بتاعة الاستك. اول حاجة هنطلع 3 سلاسل برضو زي ما تعودنا، وبعدين هنعمل غرزة عمود امامي، بناخدها بالشكل ده من قدام العمود، فبتطلع بارزة لقدام. اللي وراها هتبقى العكس، عمود خلفي، هناخدها بالشكل ده من ورا، تبقى دي شكلها. بناخد كده من ورا العمود. تاني واحدة عمود امامي كده، وواحدة عمود خلفي بالشكل ده، وهنمشي كده لاخر السطر. عمود امامي وعمود خلفي.
احنا كده قربنا نخلص السطر. وهننتهي بالشكل ده كده، عمود خلفي او عمود امامي زي ما يطلع معانا يعني. ونقفل السطر. قفلنا السطر وهنطلع بنفس الطريقة السطر الثالث. اللي عليه عمود امامي هنعمله عمود امامي، واللي عمود خلفي هنعمله عمود خلفي. بالشكل ده كده. بعد كده الموضوع هيبقى اسهل طول السطور اللي فاضله هنعملهم. احنا كده اشتغلنا سطر 2 وده التالت، هنعمل كمان سطرين يبقوا 5 سطور بالمنظر ده، ونرجع لكم تاني بعد ما نعملهم ال5 سطور. كده انا بشتغل في السطر الخامس للاستك، وزي ما احنا اتفقنا هنشتغل غرزة عمود امامي وغرزة عمود خلفي. راح ايدي في الشغل شوية، يعني مش شادة ايدي، لان الصوف عامة ما بيحبش شدة الايد علشان بيبقى ناشف، انما لما بتبقى الايد كده مريحة بيبقى الشغل هش، وممكن يدي معاكي وسع، واي حد يبقى الحاجة تبقى تلبس اي مقاس، تبقى فري سايز معاكي. وهنقفل السطر. كده بقى معانا 5 سطور من سطر البداية. ادي 1 2 3 4 5 سطور، وده كده الاستك بتاعنا. طبعا هو كده اهو جاي المقاس بالظبط، في وسع شوية بس مش مشكلة، يعني مش وسع قوي. ممكن لو حابة تضيقيه ممكن نركب شريط ستان ونشدها بحيث انها تضيق شوية، انما هو كده حلو. هنبتدي بقى في جسم الجوانتي نفسه. قبل ما نعمل الصباع، فتحة الصباع، هنشتغل سطرين عواميد عادية برضو زي ما اتعودنا. هنطلع 3 سلاسل وهنشتغل عواميد عادية خالص مفيهاش اي حاجة. طبعا انتي لو حابة تعملي بعد كده غرزة فيه او باترون معين او منظر او شكل معين فيه براحتك، انما احنا بنتعلم الاساسي خالص البسيط، الجوانتي البسيط اللي اي حد مبتدئ ممكن يعمله. احنا بنشتغل بس عواميد عادية، سطرين هنشتغلهم عواميد عادية. وهنبتدي السطر التالت بس ما تقفليهوش، واستني هنشوف هنعمل ايه. انا هشتغل ال3 سطور الاولانية، هنقفل اول سطرين منهم، السطر التالت مش هنقفله. واستني كده عليا شوية هقولك السطر التالت هنعمل فيه ايه. انا كده عملت السطرين الاولانيين وقفلتهم، وده السطر التالت انا شغالة فيه اهو وقربت اخلصه.
السطر التالت بقى احنا مش هنقفله، احنا عايزين نعمل الفتحة بتاعت الصباع اللي هي دي اهي. فدي علشان نعملها هنشتغل 3 سطور مش مقفولين. هنعملها ازاي؟ احنا كده خلصنا السطر التالت، طول السطرين الاولانيين، وده السطر التالت. هنلف الشغل بالشكل ده، مش هنقفل وهنلف الشغل، وهنشتغل كمان سطرين بالمنظر ده مش مقفولين اهو، علشان يبقى مجموع السطور دي 3. 1 2 3 اهو، 3 سطور. هنشتغل السطر وهنلف الشغل، نشتغل السطر التالت من سطور الصوابع. ده اللي هو كده المفروض الرابع من بعد الاستك. 1 2 3 1 2 3 وده الرابع من بعد الاستك. احنا اشتغلنا ادي اول سطر مفتوح، وادي تاني سطر مفتوح، وادي تالت سطر مفتوح. زي ما قلت لكم خلصنا السطر ولفينا الشغل علشان يبقى مفتوحين كلهم، نعمل فتحة الصباع. المرة دي السطر ده هنقفله بالشكل ده كده، ويبقى احنا عملنا الفتحة اللي احنا بنقصدها. هنشتغل سطر داير ما يدور، عواميد عادية خالص، عمود على عمود، وهنبتدي التنقيص من السطر اللي جاي. خليكم معايا. كده هنقفل السطر اللي هو قلنا عليه عمود على عمود، وهنبتدي نضيق وننقص من السطر اللي جاي. هنقفل كده. هنعمل 4 عواميد، ادي 1 2
3 4. هننقص ازاي؟ هنشتغل العمود بس مش هنقفله لحد الاخر، وهنشتغل العمود اللي جنبه وهنقفلهم الاتنين مع بعض بالشكل ده. هنعمل 1 2 3 4 وهننقص كأننا بنشتغل عمود عادي خالص، لكن هناخد مرة ومش هنقفل التاني، وهناخد اللي جنبه هنقفل الاتنين مع بعض ونرجع 1 2 3 4 والعمود الخامس هنشتغل وادي السادس ونقفلهم سوا ونكمل كده لاخر السطر. 1 2 3 4 وننقص. كده نقصنا السطور العواميد اللي فاضله، الاربع عواميد اللي فاضله هنشتغلهم بقى عادي وهنقفل السطر عادي خالص بالشكل ده. دي 1 2 وهنقفل السطر. هنكمل التنقيص برضو في السطر دون نفس الطريقة. هنعمل ادي عمود 2 4 عواميد وهننقص. احنا كده بنعمل اللي تحت ده اللي هو التنقيص اللي تحت معاملة العمود الواحد. ادي كده وادي اللي وراه وننقص برضو كل 4 عواميد هننقص الخامس والسادس. ادي 1 2 3 4 وادي الخامس هننقص وهناخد السادس معاه بالشكل ده. هتلاحظوا ان هي ابتدت تضيق معانا والسطر بيخلص اوام. دي 1 2 3 وادي الرابع وادي الخامس والسادس سوا.
ونفس الطريقة السطور اللي فاضلة هنعملها، العواميد اللي فاضلة هنعملها لوحدها من غير تنقيص. وهنقفل السطر اللي احنا شغالين فيه ده بقى. اخر سطر هنعمله عمود على عمود ونقفله كده، نبقى احنا خلصنا. ونقفل ونقفل كده، وكده خلصنا الفردة التانية. نخبي الخيط جوه الشغل علشان ما يبانش. بالشكل ده يبقى احنا خلصنا الفردتين بتوعنا كده. ده اللي احنا اشتغلناه دلوقتي سوا، وده الاولي. وطبعا زي ما احنا قلنا يمشي مع اي مقاس. اهم حاجة المقاس بتاع الايد من هنا. لو هنعمل مقاس اصغر يبقى بدل ما ننقص كل 4 عواميد ننقص كل عمودين او كل 3 عواميد على حسب المقاس بتاعنا. لو حبينا نكبر ممكن ننقص كل 4 عواميد او كل 5 على حسب برضو ما نحس احنا عايزين المقاس قد ايه. اشوفكم المرة الجاية مع حاجة جديدة. باي باي.